صباح الفل، صباح القمر، عاملين ايه؟ طبعا انا النهارده جايه اجهز معاكم اللانش بوكس بتاع رماس يوسف. طبعا انا لسه صاحيه من النوم، باين عليا لسه مصليه الفجر بقى الحمد لله، وقلت بقى ايه اصحى. انا بنام بدري وبصحى بدري ساعات، وساعات بقى بفضل سهرانه لحد ما اوديهم وبعدين انام شويه بقى والكلام ده كله يعني. فحبيت ان انا اشارك معاكم النهارده وانا بعمل لهم اللانش بوكس. مش عارفه ليه حاسه ان انا محتاجه اتكلم معاكم، بقالي كتير قوي ما عملتش معاكم فيديوز وطلعت اتكلمت وشاركت معاكم من الحاجات اللي انا بعملها. فعشان كده يعني عملت معاكم اول حاجه بقى انا هعملها لهم. هما طبعا لسه نايمين، مثلا قدامي مثلا بتاع نص ساعه على بصحيهم ولا ساعه عشان يبقوا ايه بيلبسوا براحتهم يعني. فانا اول حاجه معايا هعملها لهم دلوقتي، هعمل لهم الساندوتشات اللي هما هياخدوها وهم رايحين. انا هعمل لهم ساندوتشات لانشون النهارده، فمش هكتر لهم في الفينو عشان خاطر هما بياخدوه بيرجعوا لي بيه ايه تاني وانا بتضايق. فهعمل لهم بقى على قدهم، يعني انا حرفيا كنت لو طلت احط لهم الاكل كله اللي في الدنيا في السندوتشات بتاعتهم كنت يعني هعمل كده بجد. لان انا ببقى عايزاهم يتغذوا كويس عشان خاطر بيتعبوا بيصحوا بدري وبيروحوا المدرسة، بيبقوا عايزين يركزوا، فعشان خاطر ما يخسوش مثلا او كده. فانا عايزاهم ايه يبقوا زي الفل كده، وردة مفتحة تمام. فانا اول حاجه كده هعملها هفتح الفينو الاول. طولوا بالكم بقى معايا النهارده عشان انا هشارك كل حاجه معاكم لحد ما هم يروحوا المدرسه بقى واقف معاكم الفيديو. تمام. انا فتحت الفينو اصلا اوريدي تمام خلاص. طبعا انا مخليه برضو فينو بره، لان انا دلوقتي هقوم اغلي لهم لبن عشان خاطر يبقى فيهم صحه كده. هو انا اي نعم ما كنتش بعمل كده ولا بعمل كده، بس للاسف اكتشفت ان انا قدوه ليهم، وان اي حاجه انا بعملها هم بيقلدوني. فانا ما بشربش اللبن عشان مش بحبه، فلقيت صيف اخويا بيقلدني، بس اختي بتحب اللبن عادي وما تاثرتش باللي انا بعمله. فللاسف اضطريت ان انا احب اللبن، انا بحبوش برضه، بس اضطريت ان انا اشربه عشان خاطر اخواتي يشربوه ما يقلدونيش، ما هو مش اي حاجه. فبما اني اكتشفت ان انا قدوه ليهم فبقيت اعمل حاجات عشان هما يقلدوني في كويس وكده تمام. فانا دلوقتي هقطع اللانشون. شفتوا بقى يعني الدنيا جت عليا والله يا جماعه، انا اشرب لبن يا بجد. استغفر الله العظيم يا رب. سوري مش قصدي والله، بس انا بالنسبه لي انا من وانا صغيره جدا مش بحب اللبن. ففجاه كده ابقى قدوه لاخواتي كده ويقلدوني لما اعمل حاجه، اذا كانت بقى حلوه او وحشه. فدايما بكون حريص على قد ما اقدر ان انا اكون قدوه حلوه ليهم في اي حاجه. طبعا انا عارفه ان اللبن غلط ان هو ما يتشربش تمام، وغلط كبير جدا كمان ان هو فيه فيتامينز، فيه فيتامينز حلوه قوي قوي تمام، ومغذي وفيه كالسيوم وحاجات كتيره قمر يعني. فانا حرمت نفسي منها بغبائي من وانا صغيره، اعمل ايه؟ فللاسف بقى انا ما بشربش برضو اللبن دايركت، ما اقدرش. فهخليلي برضو مخليلي انا جايبه لي فينو معاهم برضو تاني غير ده. هنشرب برضو، هما كمان هيعملوا زي هيشربوا كوبايه اللبن وايه يسقسقوا بقى بالفينو وياكلوا كده تمام. انا كمان هعمل كده هاي، بس انا بقى مش هشرب اللبن، انا هسقسقه بالفينو بس، لان انا مش هقدر ان انا اشربه كده. فانا بس بقطع اللانشون عشان خاطر ايه يبقى سهل احطه في الفينو على طول. فيا جماعه احب اقول لكم ان اي حد بيعمل اي حاجه غلط وشايف ان في حد يعني بياخده قدوه ليه، فيا ريت يعني يا ريت يحاول ان هو يغير الغلط ده بقى، ويمكن يعني ربنا يكرمه ويبقى سبب في ان هو يعمل حاجه مفيده لنفسه. يعني انا بقيت اجيب اللبن واشربه غصب عني عشان خاطر اخواتي، فبالتالي انا برضو كده هستفاد يعني، فاهميني؟ بس يعني فلو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديوز من النوع ده كتير قولولي وانا هزهقكم حرفيا. فانا دلوقتي بقى كده هبتدي ان انا اخد الاذان مقسوم 2. طبعا انا كنت بحط لهم اي حاجه. بص انا مش مجمعه الكلام لان انا لسه صاحيه، بس انا حابه ان انا اشارك معاكم. اتخنقت من البندانه بتاعتي دي وربنا اتخنقت، انا من بدري عماله اعدل فيها مش عارفه في ايه، مش عارفه تمام. انا كنت بقول لكم ايه؟ كنت بقول لكم ان انا مش مركزه عشان انا لسه صاحيه وكده يعني. لما بكون لسه صاحيه اصلا مش متعوده ان انا بتكلم وكده، بحب اكون هاديه اكتر. بس عامه زي الفل يعني، انتوا استحملوني. ولو حابين ان انا اشارك برضو زي ما قلت لكم كل الكلام ده تاني هشارك معاكم. انا لسه بقى هقوم اغلي لهم اللبن
هيغليه واصحيهم بقى، يعني كفايه عليهم كده بقى. انا بسيبهم براحتهم خالص، بس هما بيلبسوا بسرعه، بعدين بقى اخدهم اوديهم المدرسه وخلاص بقى. يعني خلاص بقى، خلص بقى كميه الفينو اللي معايا. انا خلصت اوريدي اصلا، هو انا اخر واحده اصلا، انا رغايه بنسى نفسي وانا بتكلم فكده يعني. هبتدي بقى اخد اللانش بوكس بتاع يوسف. طبعا انا معوداهم يجوا من المدرسه يحطوا لي اللانش بوكس بتاعهم في الحوض فاضي عشان اغسله لهم. بصوا، عشان يبقى دايما نظيف كده، ما يلمش بكتيريا وقرف. فانا دلوقتي هحط لهم فينو هنا كده. ده اكل يوسف وما يقابله اكل ريبيس. بعمل لهم كل حاجه زي بعض، بس الماس بقى بتحبه كده، بتحبني اقسم لها الفينو، معرفش ليه. ما علينا. فدلوقتي بقى كده في حاجه كمان انا هعملها. بحب دايما برضو لما يكون في اي فاكهه في البيت او كده، بحب استغل الموضوع ده عشان خاطر احط لهم منه في اللانش بوكس برضو. لان اي فاكهه بقى، انا كنت ساعات احط لهم بلح. طبعا من حظهم ان في برتقان، فطبعا البرتقان حلو جدا ومفيد وعشان البرد كمان وحاجات كتيره. فانا هقشر لهم برضو برتقان واحط لهم كل حاجه زي بعض، بس الماس بقى بتحبه كده، بتحبني اقسم لها الفينو، معرفش ليه. ما علينا. فدلوقتي بقى كده في حاجه كمان انا هعملها. بحب دايما برضو لما يكون في اي فاكهه في البيت او كده، بحب استغل الموضوع ده عشان خاطر احط لهم منه في اللانش بوكس برضو. لان اي فاكهه بقى، انا كنت ساعات احط لهم بلح. طبعا من حظهم ان في برتقان، فطبعا البرتقان حلو جدا ومفيد وعشان البرد كمان وحاجات كتيره. فانا هقشر لهم برضو برتقان واحط لهم، وفي خيار فهحط لهم برضو خيار، واقوم بقى اغلي اللبن. فانتوا تعملوا اللانش بوكس يا جماعه؟ ادوني افكار بجد، عشان انا بحب اغير لهم في اللانش بوكس وبقى مش عارفه. يعني انا قعدت اعمل لهم اختراعات قبل كده وقعدت اعملها، بس الصراحه تعبت فيها قوي قوي قوي. تمام. فقلت مش هعمل الحاجات دي تاني. هم اصلا كمان بيبقوا عايزين حاجات خفيفه، فقلت لي سيبني من الكلام الفاضي ده بقى. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ ما تقشري. هقشر بقى البرتقانيه وارجع لكم. تمام. بص، انا قطعت لهم الخيار تمام شرايح كده وحطيته لهم، وادي البرتقاليه الكتكوته. مش بفكر ان انا اخليها لهم قطعه، يعني ثواني. انا بحب افصفصها فص كده عشان خاطر لو اتقطعت بتبقى فيها ميه زي كده. تمام. ف بفكر ان انا اعملهم قطع كده، هيحبوها صح كده بقى. سواء بس هشيل لهم القشره البيضه دي عشان ما تزاولهمش. حاسه ان انا هاديه قوي، بس انا فعلا ما بكون لسه صاحيه من النوم ما بكونش، يعني بكون كده دايما، ما اعرفش ليه. اتخنقت من البندانه. قولي لي اعمل فيها ايه؟ الزقها في شعري؟ طيب اجيب امير والزق بندانه في شعري عشان شعري ما يبانش؟ طيب ولا اعمل ايه؟ لازم افصفصها كده. استحملوني والله، لسه صاحيه بس مبنجه شويه، مهنجه شويه. تمام. نقطع كده، هيفرحوا قوي بالحاجات اللي انا بعملها دي. بصوا، بصوا بقى الفاينل في النهايه هيبقى عامل ازاي. بصوا، عايزه بقى برضو اشوف لهم حاجه تانية احطهم في الحته اللي ناقصه ديت، يبقى فل قوي. طبعا بقى انا هقوم بقى اعمل لهم اللبن بقى. خلاص كده، خلاص بقى اللانش بوكس بتاعهم بقى جاهز، ان هم خلاص هياخدوا كده. تمام. الا بقى ان افتكس افتكاسه جديده اعملها لهم. ودلوقتي خلاص بقى هم اعمل لهم اللبن. بس حبيت ان انا اقول لكم ان اللانش بوكس جاهز. ممكن بس قبل ما اقوم اعمل لهم اللبن اعمل لي بقى ساندويتش لانشون في الخباثه كده. المفروض ان الفينو ده هكون بغمس بيه اللبن معاهم، بس انا ممكن اكل واحد كده اهوت والتاني هخليه لانشون بس عشان اقدر يعني يبقى فيه نفس وكده. تمام. فقشطه قوي كده. يلا بسرعه بقى. بصوا يا جماعه، اللبن خلاص بقى قرب يغلي، يفور سوري. فهحله لهم بقى وخلاص. طبعا انا كان نفسي اشارك معاكم بقيه الديتيلز اللي هتحصل النهارده ولحد ما اوديهم المدرسه وكده، بس الفيديو طويل جدا، فاتمنى يكون عجبكم. وحطوا لايك بقى لو الفيديو عجبكم وكده وحابين ان انا اشارك معاكم دايما الحاجات دي قولولي.
وخلاص بقى انا هصحيهم دلوقتي، هيجهزوا وهمشيهم وخلاص. صباح الفل.